الرجالة دايما بتقع في فخ الست الغنية، المرأة الغنية اللي بيطمع فيها الرجل، اللي بيفتكر ان هو بعد ما هيتجوزها هيهل عليه النعيم كله، وحياته او مستقبله هيتغيروا 180 درجة. طب انا عايزاك تسمع اللي حصل. واحد اتعرف على واحدة اغنى منه ماديا وافضل منه بكتير كمان في المستوى الاجتماعي، وهو اعترف بنفسه وقال لما اتعرفت عليها أبهرتني جدا بلبسها وشكلها وتفاصيلها واهتمامها بذاتها، وأنا ماديتي كانت محدودة على قد حالها. أنا راجل مش موظف بقبض شهريا، لأ، أنا راجل عندي صنعة، وصنعتي حبة فوق وحبة تحت، مش على طول باستمرار معايا نفس الفلوس. لما جيت اتعرفت على البنت دي هي كمان حبتني جدا، ومعرفش ايه اللي خلاها تحبني وتنجذب ليا. كانت بتبحث عني او بتبحث فيا عن مواصفات الرجولة اللي هي عايزاها او مفتقداها في حياتها، خصوصا ان والدها كان صعب جدا معاها، ولكن ابوها كان غني جدا، كان من العيار التقيل في البلد، وكان معاه فلوس وكان غنيها عن كل حاجة. والبنت كمان فوق كل ده بيقول ان هي كانت شغالة في شغلانة كويسة جدا. وانا كراجل بحب اهتم بنفسي واتشيك والبس، ولكن رحم الله امرئ عرف قدر نفسي. انا عارف اللي ورايا ايه واللي قدامي ايه. دخلت معاها في العلاقة وحبينا بعض جدا، وحرفيا حبيتها واتعلقت بيها، لحد ما جه في يوم من الايام وقلت لها انا مش هقدر اكمل. قالت لي ليه يا فلان؟ قلت لها انت مستواكي المادي افضل مني بكتير واحسن مني، وانا مش هقدر على طلباتك ومش هقدر انفذ لك اللي انت عايزاه، وهتتعبيني قوي بعد الجواز. لقيتها بتقول لي وانا عاوز فلوسك في ايه؟ انا ظهرك، انا سندك، انا حمايتك، اللي ناقص منك انا هكمله. وانا عارفه ان مستواك المادي مش زيي، ولكن مش كل الناس ربنا خلقهم اغنياء، وانا مش ذنبي ان انا حبيت واحد اقل مني في الماديات. ثم انك ابن ناس جدا ومحترم ومتربي وراجل وفاهم اللي ليك واللي عليك، وهو ده اللي ناقصني. حببتني جدا في كلامها وارتحت لها بصراحه، وقلت خلاص بقى انا هتجوزها ومش هشيل هم حاجه. وفعلا لما رحت اتقدمت لها في البيت، ابوها كان رافض في الاول، وهي اللي اصرت عليا بشده، واهلي كمان كانوا رافضين وقالوا لي يا ابني مستواها المادي قوي جدا هتتعبك. قال لهم مالكمش دعوه. وهي فعلا كانت شايلاني من على الارض شيل، وكانت بترضى باي حاجه اجيبها لها، واتجوزنا واقمنا كل حاجه، وكانت بتديني فلوس من تحت لتحت عشان ابقى قصاد اهلها الند بالند، وكل حاجة تمت تمام واتجوزنا، وبقيت أنا وهي في بيت واحد. بدأت بعد الجواز بتتعبني جدا بطلباتها، كل شوية تقول لي أنا هجيب أكل من بره، أنا مش قادرة أطبخ. أقول لها طبخ إيه ومش قادرة إيه؟ أنت عارفة إحنا إيه؟ إحنا بقالنا كتير بناكل من بره. أنا يا جماعة فعلا معيش فلوس لكل الطلبات دي، جبت لها مرة اتنين أربعة خمسة مش قادرة أجيب لها في العشرة، مصاريفها كتير جدا. كل شوية أنا رايحة البيوتي سنتر، هات فلوس، اديها فلوس البيوتي سنتر بتاعها، لحد ما جت فاجئتني في يوم وقالت لي انا عايزه منك 10000 جنيه. قلت لها 10000 جنيه؟ عايزه 10000 جنيه في ايه؟ قالت لي هعمل حاجه في شعري وفي بشرتي، وهشتري شويه حاجات من البيوتي سنتر. وهناك الراجل قال لي تكلفه الحاجات دي كلها 10000 جنيه. قلت لها 10000 جنيه؟ انت مش شايفه ان المبلغ كبير جدا؟ قالت لي هو ده السعر وهو ده اللي متعوده عليه اعمله. انا كنت متوقع منها انها تطلع من شنطتها وتساعدني. يا حبيبتي ماشي، ممكن اتصرف لك في 3 4، لكن 10 كتير قوي. طبعا دبت معايا خناقه، وقالت لي انا لحد امتى هفضل اصرف على نفسي؟ المفروض انت جوزي وانت اللي تعمل لي كل الكلام ده، وانت متجوزني وعارف مستواي الاجتماعي والمادي. بصراحة أنا لما اتجوزتها كنت عارف مستواها، بس ما كنتش متوقع إنها هتفاجئني إنها أنا أصرف عليها بعد الجواز. أنا كنت فاكر إن هي هتطلع معايا، أجيب لحوم ألاقيها ما تطلعش، ولا بتجيب حاجة للبيت، خروجات كلها على حسابي، أنا اللي بصرف. يا جماعة أنا اتقشطت بمعنى الكلمة، معيش ولا جنيه، مصاريفها كتير، الخناقات هلت ما بينا كتير قوي. لقيت أبوها بيكلمني في يوم من الأيام وبيقول لي انت كويس مع بنتي فلانه الفلانيه؟ قلت له اه يا عمو بخير، هو في حاجه؟ بحس من كلامه ان هو بيلقح ان انا مقصر معاها، ودايما بيكلمني على العيشه بتاعت بنته. لكن انا مقدر يا جماعه، بس استنزفت كل اللي عندي. حكيت لحد من صحابي يقول لي ابعد عنها، ده يجي منها خراب. اقول لهم يا جماعه انا بحبها. لحد ما في يوم قعدت معاها ودبينا خناقه للمره العاشره بسبب الموضوع ده،
قلت لها بصي بقى، انا هنا الراجل وانا هنا اللي همشي البيت وانا اللي هقول الكلمه وانا اللي هنهي وامر. مصاريفك دي كتير جدا. بيوتي سنتر ليكي عندي بيوتي سنتر ولكن في الرينج المعقول. هديكي كذا في الشهر، واكلك وشربك تلاجتك مليانه. طلعي اطبخي زي الستات اعملي، لكن انت عايزه كل يوم خروج واكل من بره وكافيهات وهدوم من الحته الفلانيه. حرام عليكي، انا ما بقتش حمل كل ده. لقيتها اتخانقت معايا وقالت لي انت واحد فقير وانا مش عارفه ايه اللي جبرني على الجوازه دي. انت عايز نصرف من فلوسي؟ انت طمعان فيا اصلا. من ساعه ما اتجوزنا انا اللي اطلع واحط، وانا اللي في جوازتي اشيل واعمل، وانت ما بتعملش حاجه. هو انت طمعان فيا ولا ايه؟ انا الجو ده ما ينفعنيش. ولقيتها اتخانقت خناقه كبيره ودخلت اوضتها ولمت هدومها وراحت على بيت اهلها. انا دلوقتي مراتي متخانقه معايا من اول يوم العيد لحد دلوقتي، ما بنتكلمش مع بعض. وكانت الخناقه الاخيره اللي ما بيننا علشان هدوم العيد، وعايزه كمان تعمل شعرها عند بيوتي سنتر وكانت لسه عاملاه من اسبوع. قلت لها انا معيش فلوس للكلام ده، ده غير ان انا كمان معيش حق الاضحيه. وزعلت قوي ان انا اخدت منها حق الاضحيه. طب يا جماعه، ما هي الحمد لله مقتدره ماديا، وانا والله العظيم صاينها من ورا ظهرها، لا بكلم ستات عليها ولا ببص لواحده غيرها ولا بعمل حاجه تغضبها. انا عبد تحت رجليها. ليه بتعاملني كده؟ اكمني هي اغنى مني وانا اقل منها. دي بقى المشكله اللي الراجل بعتها لي، وعايز يرسم فيها دور الضحيه، او ان هو يا عيني المنكسر وهي الشريره. ودي كانت المشكله اللي هو بعتها لنا. مستني رايكم في الكومنتات، يا ريت تفردوه، وانا كمان مستنيه رايكم في الكومنتات. لو عندك مشكله وحابب تبعتها لنا سيب رقم تليفونك، او لو حابب نعرضها بالنيابه عنك ابعت لي فويس رساله مكتوب. واشوفكم في حكايه جديده وقصه جديده في قصص وحكايات ورده احمد ان شاء الله. باي باي.